السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر محمد كرم مع قناة هنذاكر سوا. دلوقتي خلاص بقى فاضل اقل من اسبوع وايه هنروح المدارس ونصحى بدري ونرجع لكل كل اللي كنا بنعمله الاول من اول وجديد. بس احنا زي ما احنا قلنا هنراجع على النحو خلال الاسبوع ده كله لحد ما نروح الدراسة. احنا راجعنا المرة اللي فاتت على الفيديو اللي فات، هتلاقوا لسه ما دخلش القناة لسه اول مرة اتفرج عليا، هتلاقوا اللينك بتاع الفيديو اللي فات في صندوق الوصف عندكم. متنساش طبعا تعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس وتدوس لايك عشان يوصلك كل جديد. عشان لسه فاضل كتير، لسه هيجي كتير وكتير قوي. ده احنا لسه هنراجع على النحو كله وهنبدأ نشرح اصلا على مناهج سنة رابعة وخمسة وستة وكل حاجة. النهارده بقى زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات اللي احنا هنراجع على المثنى. هنراجع على المثنى. يعني ايه مثنى؟ هو من اسمه احنا انا مش قصدي لسه مش هشرحه من اول وجديد عشان احنا قلنا هنراجع. اما احنا نقول مثنى، مثنى يعني ايه؟ اتنين. مثنى يعني ايه؟ اتنين. يعني ايه اتنين يا مستر؟ هقول لكم يعني ايه اتنين. هو انا دلوقتي ده في ايدي قلم، صح؟ حلو اوي، ده قلم. طب انا لو عايز انا عايز مثلا استخدم قلمين، قلم وقلم، دول قلمين معايا. حلو اوي كده. طب معلش انا هفضل اقول ده قلم الاولاني وده قلم التاني؟ لا طبعا مش هينفع اقول كده. هو انا لو عايز انادي على مثلا على محمد، على شخصين، محمد وابراهيم، محمد وعمر، مثلا بنتين، فاطمه، رودينا. لسه قلت مثلا ان هما بنتين، لسه قلت تعالي يا فاطمه تعالي يا رودينا؟ ما ممكن اقول لهم تعالوا ايها البنتين، طبيعي عادي. او مثلا اقول احمد وابراهيم، لسه قلت تعالى يا احمد تعالى يا ابراهيم؟ ما اقول طالبان على طول. بالظبط، انتوا خدتوا بالكم انا بقول طالبان، بنتين. يبقى ده المثنى. المثنى دي يعني انا بخاطب كام؟ بخاطب اتنين. بخاطب اتنين. لو انتوا خدتوا بالكم في اللي انا بقوله، انا قلت بنت او ولد، وقلت القلم، ومثلا اقول مدرسة، عايز اكلم مدرستين اعمل اقول مدرستين. انت قلت يا مستر؟ مدرستين. ايه ده؟ حطيت الف ونون. طب انا قلت مبنى، انا اقول المبنيين. بالظبط كده، برافو شاطرين. دلوقتي اللي بقيته معايا بيقول ده المثنى يا مستر. هو بضيف لي على الكلمه الف ونون او ياء ونون. المثنى بضيف عليه الف ونون او ياء ونون. يعني مثلا بقول طالب، انا عايز اكلم طالبان، يعني اكلم اتنين. اعمل هزود الف ونون في اخر الكلمه. هزود الف ونون بيكون فين؟ في اخر الكلمه. يعني ازاي ازود الف ونون في اخر الكلمه؟ يعني مثلا طالب اخرها ب. انا عايز احط في المثنى. انا عارف لسه عايزين هنجيب سبوره المره الجايه عشان نكتب عليها النحو اللي احنا بنقوله ده كله. بس انا هصور لكم الورقه اللي انا هكون كاتب فيها كل الحاجه اللي على المثنى وهتلاقيها في الفيديو عندكم في اخر الفيديو ان شاء الله. دلوقتي انا خليكم معايا. دلوقتي انا المثنى بيكلم كام واحد؟ بيكلم اتنين، سواء كان ولد او بنت، سواء كان عاقل او غير عاقل. حلو قوي. انا قلت المثنى انا بعرفه ازاي؟ انا بضيف عليه الف ونون او ياء ونون. بضيف عليه الف ونون او ياء ونون. برافو شاطرين. يعني ايه الف ونون يا مستر؟ يعني مثلا انا قلت طالب، انا عايز اخليها اتنين، اقول طالبان. تلميذ، عايز اخليها للمثنى، اعمل تلميذان. انا حطيت في اخر الكلمه؟ حطيت الف ونون. حطيت الف ونون. حلو قوي. طب انا بكلم مبنى، انا بكلم مبنى كبير كده، اقول عليه اقول مبنيان. مبنيان. طب انا بكلم طبيب، انا عايز اكلم اتنين من الاطباء، اقول اقول طبيبان. طبيبان. يبقى انا المثنى اعرفه ازاي؟ بشوف الف ونون او ياء ونون في اخر الكلمه. بشوف الف ونون او ياء ونون في في اخر الكلمه. حلو قوي كده. طب انا كده عايز اسال سؤال، هو الف ونون ده بيكون امتى؟ بيكون في حاله بيكون في حاله الرفع. بيكون في حاله الرفع. او وياء ونون بيكون في حاله النصب او الجر. بيكون في حاله النصب او الجر. طبعا في حاله النصب في حالات كتير لسه هنبدا نقولها، والجر لو كان قبليه اسم مجرور او كان مضاف اليه او كان حاجات كتير. خلينا دلوقتي المهم اللي هو احنا بنراجع المثنى نفسه ده يبقى انا المثنى يا حبايبي انا بعرفه ازاي؟ انا بكون بخاطب اتنين. وطبعا الشاطر اللي انا سامعه دلوقتي بيقول ده كده يا مستر المثنى بيكون اسم.
المثنى بيكون ايه؟ اسم. هقول له طب عرفت منين؟ هيقول لي عشان ايه؟ انت قلت يا مستر الطالب. الطالب ده اوله الف ولام، ودي من علامات ايه؟ الاسم اللي خدناها في الفيديو اللي فات. وانت حضرتك قلت مدرسه. مدرسه اخرها تاء مربوطه، ودي برضو من علامات الاسم في ايه؟ علامات الاسم في الفيديو اللي فات. وانت قلت محمد، لو انا عايز اقول محمدان على مثلا ابراهيمان، كلام زي كده. انا دلوقتي ايه؟ ده شخص، اسم شخص. طب انا كده يا مستر، هو انا ممكن اقول عدنان ده كده مثنى؟ لا، هقول له استنى، انت مش كل حاجه اخرها الف ونون او ياء ونون بيكون مثنى. انا بعمل ايه؟ انا بشيل الالف والنون من الكلمه. ودلوقتي لو لقيت الالف والنون لو بشيلها من الكلمه زي ما هي وما اتاثرتش، يبقى انا كده ايه؟ انا في السليم، وده مثنى 100%. بس انا عايز اسال سؤال. لو انا دلوقتي بكلم، لو انا قلت عدنان، هتقولوا حد عدنان بيحلل حلو. عدنان، هو انا عدنان لو شلت منه الالف والنون هيقولوا ايه؟ عدن، او في اسم حد اسمه عدن، يبقى ده ايه؟ مش مثنى. المثنى لازم يكون اخره الف ونون، ولما اشيلهم من الكلمه بتاع ده الكلمه ما تتاثرش. طب انا عايز اسال سؤال. واحد، لو انا بكلم شخص اسمه عمران، عمران اسم الشخص نفسه اسمه عمران، وشلت الالف والنون بتاع ده، كده يبقى ده مثنى ولا مش مثنى؟ يقول لي مثلا تبقى عمر. طب انا بقول لك اسم الشخص نفسه اسمه عمران، يبقى انا كده ايه؟ ده برضو مش مثنى. اقول لك ليه؟ طالما انت شلت الالف والنون، والالف والنون دول اثرت في اصل الكلمه، يبقى ده مش مثنى. يبقى خلينا كده نراجع المثنى في بالظبط من اقل من 10 ثواني. المثنى لازم يكون اسم كان عاقل او غير عاقل، وارجعوا للفيديو اللي فات هتعرفوا علامات الاسم كويس قوي. بيكون اخره الف ونون او ياء ونون، بيكون اخره في الف ونون او ياء ونون. ولازم قبل ما يكون اقول ده مثنى، لازم اشيل الالف والنون او الياء والنون. ولو لقيتها ما تاثرش في الجمله في الكلمه يبقى ده مثنى. لو لقيتها اثرت يبقى انساها واعرفها ان هي مش مثنى 100%. حلو كده. وبالنسبه للمثنى لو كان بنت، انا قلت طالبه اخرها تاء مربوطه، انا بعمل ايه؟ بشيل التاء المربوطه، بعمل عليها اكس كده، واقول ابعدي يا تاء مربوطه يا وحشه، ابعدي كده عننا، واحولها لتاء مفتوحه، واحط الالف والنون او الياء والنون. الالف والنون لو كان في حاله الرفع، والياء والنون لو كان في حاله النصب او الجر. والنهارده كده يبقى انا كده عرفتكم كل حاجه عن المثنى بتاعنا بالتفصيل الممل. كده احنا محتاج اراجع تاني عليه ولا لا؟ يعتبر مش محتاج، خلاص هو مفيهوش حاجه اصلا. بيكون اسم، يكون عاقل او غير عاقل، بيكون اخره الف ونون او ياء ونون، بشرط اللي هو ما يخلش باصل الكلمه بس. شكرا يا حبايبي. يلا ركزوا بقى كده، وان شاء الله الفيديو الجاي هراجع فيه انواع الجموع، التلات جموع كلهم ان شاء الله، وهتكون معمولين بتنسيق جامد جدا. يلا السلام عليكم، مع قناة هنذاكر سوا.